عسلامتكم، مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير الناس الكل. باش نقدم لكم مرقة جلبانة بالبقري. جت بنا فيها ما شاء الله اللهم صل على النبي. قرت زيتها طابت في عقلها، اللحم جاي هابي. تبعوا الطريقة وما تنساوش تخلوا لي لايك وكومنتير للفيديو. واللي اول مرة يزور قناتي نقول له مرحبا بيك، ما تنساش تفعل الجرس باش توصلكم كل فيديوهاتي. وزادت حماتي بعثت لي صحين مقارونه يعطيها الصحه وربي يبارك لها، ومعها مكعبات بروكلو ما شاء الله خير وبركه، اللهم صلي على النبي. نودكم ومن شهيكم. نجيو توا كمقادير. عندي تقريبا راس بصل كبير اخضر، من المستحسن يكون بصل اخضر راهو يبنن برشا، خير من البصل الريوس، وسنتين ثوم. وبطبيعة كمية اللحم البقري على حسب افراد عائلتكم، كل حد شنو يحط، نجمو حتى بلحمتين بركة تركب طنجرتكم. وعندي مغرفتين طماطم كونسونطري، ومغرفة هريسة عربي، مغرفة فلفل احمر بطبيعة اللي هو فلفل العولة حسب الذوق، مغرفة كركم، مغرفة تابل وكروية، مغرفة صغيرة فلفل اكحل، مغرفة ملح حسب الذوق بطبيعة. وتقريبا كاس زيت 150 مليلتر تقريبا زيت زيتونة. وكمية الجلبانة 700 جرام جلبانة مقشرة راهي صافية 700 جرام يعني. وكمية شوية معدنوس صحفة معدنوس هكاكا وقرن فلفل أخضر باش نرميهم في الأخر بالكل وقت اللي تطيب المرقة عندي. توا باش نحط كمية الزيت باش نضيف عليهم كمية البصل ونخليها تتقلى على نار هادية، ما نحرقوش البصلة متاعنا. ديما الغاز متاعي ديما يمشي في عقل عقله. ونكمل نضيف سنتين الثوم وكمية اللحم بطبيعة زادا كما قلت لكم على حسب افراد عائلتكم. وتنجموا تحطوا اي نوع لحم، يعني تنجموا تعملوا بالعلوش ولا بالدجاج ولا اي حاجة متوفرة عندكم راهو عادي. وتجي البنة زادا كيف كيف البنة مضمونة. ونحطوا الفاح اللي هو مغرفة كركم، ومغرفة تابل تونسي اللي هو تابل وكروية، ومغرفة صغيرة فلفل أكحل، والملح حسب الذوق. نخليهم يتقلاو ويدخلك الفاح بالكدا في اللحم. ومن بعد نكمل نضيف بقية المقادير الكل. بالنسبة للتابل التونسي راهو في بعض الجهات ما يعولوش التابل هذاك، يعني يعملوا كل فاح وحده، التابل وحده والكروية وحدها والكمون وحده مثلا وكذا. التابل التونسي هو عبارة عن مجموعة متاع تشكيلة متاع فاحات يتعول في الصيف، يبدأ فيه فلفل شايح وفيه الثوم وفيه برشا حاجات. في بعض الأماكن يقولوا له راس حانوت، أما في تونس العاصمة يقولوا له تابل تونسي، حتى في ما جاورها يعني تونس واللي بجنبها الكل. المهم التابل التونسي هذاك صورته معاكم في فيديو ديجا، اللي يحب يشوف كيفاش طريقة التحضير تلقاو الفيديو في قناتي، وإلا تنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. راهو بنين برشا في الماكلة ويفوح بالكدا. وتوا بعد ما تقلى اللحم بالكدا مع الفاح نضيف كمية الجلبانة اللي هي 700 جرام جلبانة، ونخليها تتقلى في عقلها على نار هادية كالعادة. ونكملوا نضيفوا مغرفتين طماطم ومغرفة الهريسة العربي ومغرفة الفاح. على ذكر الهريسة العربي راهو فما اختلاف زادا كما اختلاف في التابل اختلاف في الهريسة. فما بعض البلايص يحطوا فلفل احمر اللي هو العولة، كيما في المهدية مثلا لا نحطوا تابل ولا نحطوا هريسة عربي. ملاحظة راهو الهريسة العربي راهي مش هريسة الشارع، راهي هريسة عربي تتعمل في الدار، اللي هي فلفل مكوش والا فلفل شمسي يتحضر عولة ونفوحوه بالثوم والتابل والكروية، ويتحط يعني في الفريجيدير وتتحط مغرفة في الماكلة كما يتحط الفلفل الأحمر بالضبط. فما ناس طيب بيه فما ناس ما طيبش بيه. أنا شخصيا نحط شطار، يعني نحط مغرفة هريسة عربي ونحط مغرفة فلفل، راهي زادت تبنن برشا، تبنن برشا الماكلة. ما نبالغش بطبيعة، يعني ما نحطش كمية برشا باش هي ما تطغاش على الماكلة وتولي الماكلة طعمها الكل هريسة، لا جست نحط باش نفوح بها وكهو. ضفت الطماطم والهريسة والفلفل كما قلت لكم، وضفت عليهم شوية ماء سخونة، عندي كسرونة على جنب فيها ماء سخون، ديما نمرق كان بالماء سخون. حليت شوية الطماطم باش تتقلى شوية، ومن بعد باش نكمل نمرق الطنجرة فيني يعني، ونغطيها ونخليها تطيب في عقلها، باش تاخذ مني وقت تقريبا ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين. نتوما ونوع اللحم وطياب اللحم ديما تشوفوا اللحم وتتفقدوه اسكو طاب ولا لا. وكان اللحم مثلا تلقاوه ميزان ما طابش والمرقة قريب تنقص ولا عقادت برشا ولا نشحت، كيف كيف تسخنوا شوية ماء على جنب وتضيفوهم يعني تدريجيا
على حسب كيفاش نتوما تحبوا مرقتكم بالضبط. نغطيها ونخليها تطيب في عقلها والغاز يبدا منقص عليها، ومن بعد نرجع نتفقدها كل مرة ونشوف كما قلت لكم نشوف اللحم طاب ولا لا. ولهنا بعد ما تفقدت اللحم حسيته مازال ناقص شوية والمرقة عقادت، وليت زدتها شوية ما سخون، تقريبا مقدار كاس والا اقل حتى، جست باش المرقة متاعها توسع شوية، ورجعت خليتها تغلي تقريبا نصف ساعة اخرى كيكا لو اللي طاب اللحم. ومن بعد في الاخر بالكل وقت اللي طاب اللحم والمرقة عقادت وجات ما شاء الله، ضفت لها قرن الفلفل وضفت لها كمية المعدنوس. راهو قرن الفلفل وكمية المعدنوس صحفة تقريبا، معدنوس هكاكا صحفة صغيرة يعني، ولا حتى اللي ما يحبش معدنوس نجموا تحطوا حتى رشة هكاكا جست على الفيحة وكاو، والا تنجموا تستغناو عليه جمل، اما راهو يبنن على الاخر المعدنوس والفلفل. المهم كملت ضفت هكاكا وغطيتها وخليتها تقريبا حكاية دريجين اخرين هكاكا، قررت زيتها اكثر وكل قرين فلفل سيب ريحته في المرقة. وتوا جا وقت الفطور والصغار تستنوا فيا وجاعوا يا ماما جعت يا ماما جعت، والريحة دوختهم وهبلتهم. المهم حطينا في صحين التقديم ونودكم ومن شهيكم جاي الفطور ما شاء الله. جت جلبانة تعشق مع الجلبانة حلوة واخترت كاليتي سمحة متاع جلبانة في المرجي. الحسيل ما شاء الله كل الظروف جت مواتية. شوفوا مرقتي كيفاش عاقدة وفي حقها بربي، قولوا لي رايكم في الكومنتات. وتوا هكا وصلنا نهاية الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وبسلامة. تحب تصور؟ ها؟ انت ليه تحب تصور ماما؟ ليه؟ ليه؟ ليه ماما؟ كم صورة؟